لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، طلعت من الدين بريت. لو جيت لفقيه قلت له تعال حوط لي يا فقيه الموبايل بتاعي راح، ولا الذهب نلقاه وين، ولا القروش السرقه منو، ده كله ما بيعلمه الا الله تبارك وتعالى. وده المجرمين بيكون معاهم شياطين، فهمت الكلام ده؟ بيكون معاهم مرضى كبار شغالين مع الفقير. فإذا فهمت الكلام؟ النبي عليه الصلاه والسلام ومعه الصحابه السيده عائشه ما لقت العقد بتاعها لحد ما بيتوا الليله، بيتوا كويس. والمحل اللي قعدوا فيه لا فيه مويه، لا فيه مويه ولا قريب منه مويه، خد بالك. لحد ما نزلت آية التيمم الصحابة ما يتوضوا بها ما لقوها، نزلت آية التيمم. بعد ذاك لما خلاص يمشوا يفوتوا قوموا البعير اللي كانت راكبة عليه السيدة عائشة، قوموا لقوا العقد قاعد تحت البعير، عقد تحت البعير. صحابة ما عرفوا، سيدة عائشة ما عرفته، النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوا. ده كله بيدل على انه ما في زول بيعلم الغيب. لو جاك البرعي ولا الكباشي ولا غيره من الدجالين بتاعين الصوفية قال لك احنا بنعلم الغيب، اعرف انه كذاب، كذاب ما بيعلم الغيب. لا برعي لا بتاع الخطفية لا الدجالين اللي معاه ما بيعلموا الغيب. يجي يخشك يقول لك للاولياء الاقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عالم بالغيب ويعطين وظاهر. كذابين، صوفيه كالدجالين، صوفيه كذابين، يدعوا انه بيعلموا الغيب، يدعوا انه بيجيبوا الرايحه، يدعوا انه بيتصرفوا في الكون زي ما دايرين. ده كله شغل بتاع شعوذه ودجل. عشان كده ربنا قال وعنده، ده عند الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. دجال بيقدر يعلم ده؟ ما بيقدر يا أخي، ما بيقدر. ودي العقيدة بتاعت المسلمين. لكن المقنع الصوفية أمره، الصوفية اللي بيقنعهم منه يا أخي. الصوفية ده عندهم عقائد. الواحد يقول لك مش يعلم الغيب بس، ده بيقول لك نحن الميت بنمرقه، المات دفنوه بنطلعوا تاني بنرجعوا الدنيا. وبعدين قال الشيخ عنده كرامة انه الشيخ بيتطور بيبقى 40 شيخ، الشيخ الواحد بيبقى 40 شيخ. ده كاتب البرعي في كتاب اسمه ليك سلام مني، والقصيدة بلحنوها ونحن سجلناها من الإذاعة في إذاعة البلد دي، الإذاعة سجلين القصيدة. قال في مصر تجزأ، ده الشيخ يتقسم في مصر تجزأ لل40 أحد وليذكر اسمه عند القبر يسعد. قال في مصر الشيخ أحمد الطيب البشير عزموه في رمضان 40 حوار من الحيران بتاعينه، 40 حوار كلهم عزموه. ده قال تفطر معاي، ده قال تفطر معاي، ده تفطر معاي، كلهم ال40 دول في يوم واحد عزموه، واي واحد ما عارف الثاني. قال اول ما جاء وقت الافطار قال فتطور الشيخ، تطور دي انا ما عارف شنو. انشطر الشيخ ل40 نفر، قالوا فطر مع ال40 حوار. يا ناس دي انت بتصدق هسه في شيخ بيتقسم؟ يتقسم كيف؟ مش يا ريته لو وقف على كده مش يتقسم ل40. قال بعد ذاك وليذكر اسمه عند القبر يسعد. البرعي جاي يشرح في دي، قال احمد الطيب البشير الشيخ بتاعنا ده شيخ السمانية. يا اخواننا الكلام ده كله في السودان ده هنا، والعقائد دي في السودان، والضلال ده في السودان، والكتب دي قاعده بيبيعوها في البلد دينا ده. واحمد الطيب البشير ده دافنينه هنا في ام الرحي بيجاي في البلد دي كله، ده في ام الرحي بيجاي. خد بالك ده قال انت لما تيجي تحفر قبر زول مات في القبر بتاعه، قال الزول ده عشان يخش الجنه وعشان ما يعذبوه في القبر، قال بس لما تدق الحفاره كده بتحفر تقول هذا قبر احمد الطيب. بس قال الملائكه
البيجوا بيسالوا زول في القبر قال ما بيسالوا ولا بيعذبوا. عشان كده البرعي نظم لك فيها بيت شعر قال وليذكر اسمه عند القبر يسعد. اول ما تذكر اسم احمد طيب البشير خلاص ثاني ملائكه طوال بيجوا بيسالوا لا ده هنا قال احمد طيب هاي بس خلاص خليه. قال لي كيف يا المعلم ده ذاته كشف الحاصل. فيا اخوانا يا اخوانا دي عقيده باطله دي. رسول الله عليه الصلاه والسلام لما اتكلم عن الجنه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل ومن ابى يا رسول الله؟ البيابه منو؟ اي زول داري يخش الجنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. ما قال من شافني بخش الجنه واللي ما شافني ابى. زي ما بقولوا الختميه ديل اللي بيجاي ديل وزي ما بقولوا السمانيه ناس البرعي وزي ما بقولوا التجانيه ناس احمد التجاني. الثلاثه شيوخ ديل قالوا اللي بيشوفنا بخش الجنه. دي من كرامه الاولياء. دي الكلام ده في القران فيه؟ هل الله قال في القران قال للناس شوفوا احمد الطيب ولا شوفوا التجاني ولا شوفوا ده بتاع الختميه عشان تخشوا الجنه؟ بتاع في كتاب ازاهير الرياض قال من رآني ده بتاع السمانيه او رأى من رآني او رأى من رآني ده المشتلاتة. هم الحين الشاب الشيخ 7 كلهم قال في الجنة دي. قاعدين دي وبيعوا بيجاي وفي جاي عنده يوم بيعوا. قال اللي بيشوفنا